السلام عليكم اخواتي، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وتلقاكم فيديو في احسن الاحوال. ومره اخرى عواشركم مبروك، نتمنى ان شاء الله صيامكم يكون كيدوز في احسن الاحوال. اليوم غادي نصاوب واحد التحليه خفيفه هكذا اولا كيك طبقات، يعني ممكن نسميوه اي تسميه. مقاديره بسيطه ولكن شكله رائع ومذاقه اروع. عندي بيضه وحده. انا غادي ندير مول اللي هو شويه صغير، الا غادي ديروا مثلا مول اللي شويه كبير ضاعفوا المقادير. عندي رشيشه د الملحه، نص كاس ديال سكر حبيبات، ومعلقه ديال الفانيلا. غادي نطرب مزيان هذا البيض مع هذا سكر حبيبات حتى ينسجم ليا ويبيض الخليط. من بعد ما بيض الخليط اخواتي، ما نحتاجو لا طرب حتى حاجه، يعني غير بالفوي. كنضيف نص كاس ديال الزيت، وغادي نضيف نص كاس ديال الحليب. مقادير بسيطه اخواتي، ولكن يعني راه كنحصلوا على واحد الكيك اللي رائع اولا تحليه. يعني ممكن نعطيو اي تسميه، ولكن النتيجه النهائيه رائعه. كما شفتوا اخواتي، ضفت نص كاس ديال الحليب وخلطته مزيان، يعني تندمج مع باقي المكونات. دابا كنضيف كاس ديال الدقيق الخاص بالحلويات، يكون مغربل اخواتي طبعا. وغادي نضيفوا معلقه صغيره ديال الخميره الخاصه بالحلويات. من بعد ما خرج الكيك اخواتي من الفرن كما كتشوفوا، غادي ناخذ شي عود خشبي وكنثقبوه مزيان، وغادي نسقيوه. يعني اي حاجه يعني ممكن نسقيو بها. انا وجدت يعني سيرو عادي، نص كاس ديال سكر حبيبات وكاس ديال الماء و دي رونديل ديال سيترون. يعني واي حاجه معتمده عندكم ممكن تسقيوها به. ممكن تسقيوها حتى بالحليب. دابا غادي نخليو الكيك يبرد، غادي ندوزو نوجدو الطبقه الثانيه. عندي هنايا نص لتر ديال الحليب، وعندي معلقه كبيره ديال سكر حبيبات، طبعا السكر على حسب الذوق ديالكم اخواتي. 3 المعالق ديال نشا الذره. هادشي كلشي خصنا نخلطوه وهو بارد. وغادي نضيفو القشور ديال الحامضه اللي حكيت، باش غادي تطلق لنا النكهه ديال السيترون مزيان في هذا الخليط. وفي هذه المرحله اخواتي، قبل ما يبدا الخليط انه يعقد لينا، غادي نصفيوه باش نحيدو دوك القشور. يعني صافي انتهت المهمه ديالهم، طلقوا لنا داك النسمه. وغادي نردوا الخليط فوق البوطه حتى يختار لينا. هنا اخواتي الخليط من بعد ما عقد، عندي هنايا واحد 4 حتى 5 ديال القطع ديال الشوكولاته البيضاء، نوعيه جيده باش تعطينا مذاق زوين للكريمه ديالنا.
هذه يعني كتعزز لنا المذاق ديال الكريمه مزيان. وغادي نضيفو واحد العلبه ديال الجبن كريمي لهاد الكريمه، يعني باش كتعطينا واحد القوام اللي هو الملمس ديالو كيكون رائع جدا. من بعد ما صبينا الطبقه الثانيه على الكيك اخواتي، غادي نخليوها تبرد مزيان وغادي ندوزو نوجدو الطبقه الاخيره. عندي هنايا كاس ديال الماء كما كتشوفوا، يعني ما عمرش نقصوا شي شويه، ومعلقه ديال سكر حبيبات. كما كتكون الحلاوه كتبقى على حسب الذوق ديالكم اخواتي، يعني هاد المقادير اللي عطيتكم كتجي الحلاوه يعني مقوله مزيانه. وهنايا معلقه كبيره ديال نشا الذره. وغادي نضيف اخواتي معلقه صغيره ديال نكهه الحامض او نكهه السيترون، وواحد العصره ديال نص حامضه. كنصبوا الطبقه الاخيره فوق طبقه ديال الكريمه اخواتي. ما تصبوهاش وهي سخونه، يعني نحاولوا ما امكن نحركوها حتى نخافض درجه الحراره ديالها. نقادوها مزيان على الوجه ديال الكيك ديالنا ونخليوه ياخذ درجه حراره الغرفه وندخلوها للثلاجه. شحال ما بردات اخواتي شحال ما يجي المذاق ديالها احسن. من بعد ما برد الكيك ديالنا اخواتي وكيكونوا الطبقات يعني شدوا في بعضياتهم، كنقطع قطع يعني على حسب الذوق ديالكم، يا صغار يا كبار. المهم انا قطعتهم شويه كبيبرين، وغادي نزينها بقطع ديال صغيره ديال الحامض وواحد الوريقات ديال النعناع هكذا باش كنكسروا اللون شي شويه. يعني هذه الطريقه ديال التقديم، ممكن تقدموا بالطريقه اللي بغيتوا اخواتي، اللي مهم هو المذاق. الكيك اخواتي او التحليه ديالنا اخواتي هي هذه كما كتشوفوا، شكلها رائع ومذاقها اروع. نتمنى تجربوها. اكيد غادي تعتمدوها في يعني في مجموعه ديال المناسبات، لان سهله التحضير والنتيجه رائعه. وغنخليكم اخواتي في امان الله الى فيديو قادم.